من غير ما تشغلي فرن ولا تضربي بيض ولا تحضري دقيق، تعالي نعمل احلى والذ كيكه. بس هنعملها كيكه بارده. هنعمل مع بعض النهارده كيكه الجيلي، وهنعملها كمان بالمانجا. عايزه اقول لك انك هتاكلي احلى والذ واسرع حاجه حلوه ممكن تجربيها. بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي. بصوا كمان القطعه بتاعتنا عامله ازاي، بجد خطيره. عايزه اقول لك انها ساقعه ومنعشه، وهترطب علينا بقى في الجو الحر اللي احنا فيه، لانها بجد طعمها في حته تانية خالص. بصوا بقى الجمال، شايفين بتتقطع معايا ازاي، ماسكه نفسها، والكريمه كمان بتاعتنا ماسكه نفسها وطالعه في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونشوف بقى هنعمل الجمال اللي قدامنا ده كله ازاي. في الاول كده جبت بوله وهبدا انزل فيها باتنين باكت من جيلي المانجا. هنزل عليهم بكوبايتين من الميه السخنه. هنزل كمان بمعلقتين كبار من السكر. وهدوب بقى المكونات كلها مع بعض كويس جدا. انا عايزه حبيبات الجيلي تدوب تماما كده هي والسكر مع الميه السخنه. رجعت زودت عليهم كوبايه من الميه البارده. هقلب بقى المكونات كويس جدا واسيب البوله بتاعتي دي كده على جنب، مش هندخلها التلاجة، هنسيبها بس دلوقتي على جنب. جبت بقى واحده من المانجا، المانجا دي كانت متفرزه عندي، قشرتها كده وهي متلجه، وهبدا بقى اقطعها كده مربعات. سبتها على جنب وجبت القالب بتاعي ودهنت كويس دهنه حلوه من الزيت. هنزل بقى بقطع المانجا بتاعتي في القالب وهفرد كده المانجا كويس جدا. هنزل بقى بالجيلي على المانجا، وهاخد بقى القالب بتاعي الحلو ده ادخله التلاجة لحد ما الجيلي يتماسك تماما. في بولة تانية هحط كده باكت من جيلي المانجا تاني، معلقة واحدة من السكر، كوباية من المية السخنة. مش هزود مية تاني عن كده. قلبت المكونات كويس جدا وهسيبه برضو على جنب يهدى ويبرد تماما. كوباية بقى كمان من الكريمة الخام وكوباية من اللبن بس. في بولة كده هضربهم كويس جدا لحد ما الكريمة حجمها يتضاعف وتبقى معايا بالجمال اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. هنضربها كويس جدا لحد ما توصل للقوام ده. هنزل بقى بباكت الجيلي اللي احنا كنا ضاربينه وسايبينه يبرد على جنب. قلبتهم تاني مع بعض كويس جدا، وهنا لقيت اللون فاتح شوية، فرجعت زودت 4 أو 5 نقط من لون الطعام الأصفر، بيخلي اللون حلو جدا. رجعت ضربتهم كويس جدا تاني مع بعض كده بالشكل ده. كان بقى الجيلي بتاعي تماسك، خرجت القالب من التلاجة، وبدأت كده أنزل بالكريمة بتاعتي فوق المانجا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنفردها كويس جدا وناخد القالب ده تاني ندخله التلاجة حوالي ساعتين لحد ما الكريمة كده تتماسك. ونطلع بقى القالب بتاعنا ونقلبه ونقدمه كده في طبق التقديم. بصوا بقى يا جماعة، شايفين بتتقلب في منتهى السهولة وبتطلع كده في منتهى الجمال. بجد خطيرة، ساقعة ومنعشة، وقوامها كان حلو جدا. طعمها كمان كان حلو جدا، وسكرها كان مظبوط، كل حاجة فيها كانت جميلة. هتعملوا حاجة سهلة وبسيطة، وكمان مكوناتها مش مكلفة، وهتطلع بقى بالجمال اللي احنا شايفينه ده. وما شاء الله هتأكل عدد أفراد كتير. بصوا شايفين القطعة بتاعتنا عاملة ازاي. عايزة اقولك والله لو جربتيها مرة هتعمليها على طول من جمالها. عايزاكي بقى تجربيها وتقولي لي رأيك فيها. ما تنسيش بقى كمان تعملي لايك وشير للفيديو. ما تنسيش تقولي لي بتتابعيني منين.